السؤال الخامس، انا ليه محتاج بروكر معايا وانا بشتري عقار، او ليه لازم اشتري عن طريق بروكر؟ السؤال ده انا حبيته جدا، كنت اتمنى ان هو يجي لي في اسئلتي انا، ممكن نجاوبه سوا. بس بصراحه سؤال حلو جدا، بحيي الشخص اللي سأل السؤال ده. واكيد انت على فكره السؤال ده تقريبا متكرر يجي 10 مرات. سؤال مهم قوي قوي، لان في ناس كتيره متخيله ان هو الاسهل له انه يشتري دايركت او الافضل له انه يشتري دايركت من الديفلوبر، بس ده سؤال مهم جدا ويا ريت تسمعنا الاجابه. هو مش لازم على فكره تشتري من بروكر، على فكره انا اجابتي هتبقى صادمه شويه. لو انت عاوز تشتري الوحده اتفضل، بس لازم تتعلم الاول السوق، تتعلم الاول كل المعروض في السوق عشان تعرف تقارن ما بينهم، وده هياخد تقريبا منك من سنه. لو انت شاطر قوي في المذاكره وسريع هتاخد 6 شهور. 6 شهور مذاكره للسوق دي كفيله انك تخليك تقدر تشتري لوحدك. هو كده بقى بروكر. هو كده بقى بروكر. يعني في النهايه لازم يشتري من خلال بروكر. يا جماعه ما فيش حد بيشتري عقار بملايين من غير بروكر. ده انا لما رحت اشتري عربيه ب 30 40 الف اخدت معايا واحد فاهم في السيارات. صحيح. انا عربيه ب 30 40 الف استعنت بصديق بيشتغل في الميكانيكا وبيشتغل في الورش عشان يجي يشوف السياره دي حلوه ولا لا ويشتريها ولا لا. تخيل انت بتشتري عقار بملايين، انت محتاج حد فاهم المشروع، فاهم بيعرف يقرا اللي اوت. مش اي حد بيقدر يقرا اللي اوت، مش اي حد يقدر يقول الشقه دي البلكونه بتاعتها هتبقى اتجاهها ايه. واحنا بنشتري للكلاينتس بتوعنا احنا بنختار الفاستو عشان الفاستو عشان نرجع نبيع ازاي. يعني احنا هنخسر شريحه الهنود لو اخترنا يونت مش فاستو. مظبوط. الصينيين بنختار لهم اللي فيها تمانيات، اليونت نمبر. شوف احنا كام حاجه بنراعيها الكلاينت العادي ما يعرفهاش، فلازم يكون معاك بروكر. على فكره انت لما هتروح لبروكر، البروكر مش هيشرجك. لو انت رحت اشتريت من اي مطور، من اعمار، من دماك، من ميراث، من نخيل، البروكر مش هيشرجك حاجه. لا يمكن. مظبوط. اخرج عن السؤال بس بحته كوميديه شويه كده. عميل مره بيكلمني فبيقول لي اصل انا اشتريت عقارات وخسرت فيها، فقلت له ليه؟ قال لي يعني القرار كان غلط. فسالته سؤال واحد، قلت له هو انت لما تحب ترفع قضيه على حد بتعمل ايه؟ قال لي بروح لمحامي. قلت له طب لما بتحب تصلح عربيتك بتعمل ايه؟ قال لي بوديها الجراج. قلت له طب لما بتتعب بتعمل ايه؟ قال لي بروح للدكتور. قلت له ليه بتروح تشتري عقارات لوحدك؟ يعني انت في كل حاجه بتروح لمتخصص، ليه بتروح تشتري عقارات لوحدك في حين ان دي يعني فري كونسلتنسي؟ مش هياخد منك حاجه، بل بالعكس هو هيحط ايدك على الحاجه الصح اللي تناسبك. مش بالضروره تكون احسن حاجه في السوق، بس دي احسن حاجه لظروفك. فهي الفكره هنا. يعني اللي سأل السؤال ده انا بحييه جدا. فعلا فكره ان انت يكون معاك بروكر هي مش هتكلفك حاجه، بل بالعكس هتوفر عليك يا اما انك تذاكر السوق كويس قوي، يا اما انك لا قدر الله تاخد قرار غلط. على فكره يا جماعه بس هي نقطه لازم برضو نكون متوضحه، البروكر ما بيشتغلش ببلاش. العموله دي احنا بناخدها من المطور، هي نفس العموله، هي نفس العموله مش هتتغير. لو انا بعت لك في اعمار، في دماك، في عزيزي، في ميراث، في نخيل، انا باخد عموله من المطور. رقمها كام ما بيتغيرش بالنسبه لي، مفيش فرق. بالظبط مفيش فرق ان انا ابيع لك فين، مفيش فرق. بس انا هبيع لك ايه اللي يناسبك، ايه افضل اختيار ليك واكتر حاجه هتعمل منها ارباح. هنا انا بوجهك. انما انت عاوز تشتري لوحدك اتفضل اشتري لوحدك، بس نصيحه ليك ما تشتريش عن جهل او بدون علم. لازم تدرس السوق، لازم تعرف الفرصه والفرصه البديله، تعرف الاختيار والاختيار الافضل قبل ما تاخد القرار.